اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين. صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. صباح النشاط والحيويه. قومي كده ولعي عود بخور، شغلي التلفزيون على القران، وابدأي يومك كده بذكر الله والصلاه على الرسول. هتلاقي اليوم ربنا مبارك فيه، وكل حاجه كل شغلك خلصتيه، وكل حاجتك ما زي الفل، ويومك معدي كده بكل اريحيه. وان شاء الله ربنا يكرمك ويكون يوم مميز بالنسبه لك. المهم عندنا اكل حلو النهارده، وكمان فيديو مميز جدا. ليه؟ لان ابويا جاي لي النهارده، قلت اعمل له الطاجن الجامد الجبار الفظيع ده، وكمان يعني ايه حاجه كده ممتازه. تعالوا نعمله مع بعض. اول حاجه كده هنسلق اللحمه بتاعتنا، بس انا شوحتها الاول، حطيت معاها التوابل بتاعتها، حبهان وقرنفل وقرفة، ورق لوري، وكمان بصل وطماطم ونص قرن فلفل، عشان اشوحهم بيها بمعلقة زيت كمان. واديهم تشويحة بقى لحد ما يطشطشوا كده، وانزل عليهم بمية سخنة بتغلي علشان ما ياخدش وقت في الغليان. طريقة سهلة وبسيطة خالص في سلق اللحمة، مش محتاجة منك اي حاجة خالص. انتي لو حبيتي تعملي، انا طبعا انا بسلقها بديها غلوة قبل ما بشوحها كده، وانزل منها المية بتاعتها، واعمل لها مية جديدة. ليه؟ علشان الريم اللي بيطلع منها يكون اتشال منها. هحط بقى الفلفل الاسود بتاعها واغطيها، واول ما تغلي هغطيها واسيبها على نار هادية خالص لحد ما تستوي براحتها. انا دايما بحب اسوي اللحمة على نار هادية، محبش دايما ان هي تكون ايه، ان هي على نار عالية، يعني بحبها تستوي براحتها يعني. المهم هنا هي استوت، وركنتها بقى على جنب، وزودتها شوية مية كمان، ورحت جاية ايه مزودة لها الملح بتاعها. تعالوا هنا بقى في الطاسة ديت نجهز للطاجن بتاعنا. الطاجن بتاعنا ايه، جبار وممتاز، وبصوا طعم وريحة تحفة. جبت بصلاية، بس الاول حطيت مادة دهنية في الطاسة بتاعتي، ونزلت عليها بالبصلاية بتاعتي. طبعا كمية البصل على حسب كمية البامية بتاعتك. انا النهاردة حطيت البصل، وعندي كام قرن فلفل اللي هم السبايسي الناشف ده، اللي بنجيبه من عند العطار لما بنروح نقول له ايه انا عايزين شطة. حطيت منهم كام قرن كده صغيرين يشطشطوا لنا الدنيا. وكمان حطيت التوابل بتاعتي. فاكرين امبارح لما في السمك لما شلنا معلقة الفلفل والثوم، حطيتها هنا اهي. علشان ايه؟ اقولك هنستخدمها في اكلة تانية. نزلت بقى بيها، ونزلت كمان بحتة بنجر، وكمان فلفل اسود وكمون. كنت هحط توابل صحيحة، بس حطيت فص حبهان واحد بس. كنت هحط توابل صحيحة، افتكرت ان انا عندي توابل مشكلة من كله. فلفل اسود وكمون وروزماري وزعتر بصي يعني ايه متحبشة من كله، فقلت لا احط منها احسن، وحطيت منها. نزلت بقى بالبامية بتاعتي وسبتها تتشوح كده معاهم شوية، وغطيت عليها، اديتها تشويحة، ونزلت عليهم بالايه بشوية الملح بتاعنا، علشان ما ننساهوش، لان دايما بنسى الملح. هنزل بقى بالطماطم بتاعتي. الطماطم بتاعتي ديت متسبكة ومتفرزة. انت حابة ان انت تحطي طماطم فريش، اعمليها عادي مفيش مشكلة، هتستوي معاك وهتبقى زي الفل. بس الطماطم بتاعتي دي كتيرة، فشلت منها حتة كده بالسكينة، وهكسر الباقي علشان يتوزع كله وما ياخدش معايا وقت في عم تفك معايا من التلج يعني. لان الباميه متفرزه والطماطم متفرزه، الاكل بتاعنا متفرز كله النهارده. طبعا لسه ما اشتريناش الباميه الجديده طبعا، فايه دي من الفريزر، ولسه عندي كتير والله ما استخدمتهاش الفتره اللي فاتت. هغطيها بقى واسيبها ايه تتسبك مع نفسها كده. اتسبكت، هجيب بقى فصين توم اللي انتوا شفتوهم دول، وهرسهم كده، علشان الفصين التوم دول انا حطيت فصين تقريبا في الاول، هحط فصين تاني، بيديله طعم ونكهة تحفة. انزلهم عليهم بقى، واديهم كمان غلوة، اغطيهم واديهم كمان غلوة، علشان بيدي يعني ايه هيديكي طعم هايل للبامية. حتى لو ما حطيتهاش في طاجن وحطيتها في الفرن، هتديكي طعم حلو جدا. اول ما غليت معايا كده وريحتها ابتدت تنغنغ كده البيت، هنزل عليها بالميه اللي انا هدخلها بيها الفرن، اللي انا احطها في الطاجن يعني. اظبط الميه بتاعتها علشان لما ادخلها الفرن تكون جاهزه. اول ما تستبك معايا وتستوي وتبقى زي الفل، هدخلها بقى الفرن، تاخد لها غلوتين 3 في الفرن وتكمل سواها يعني. بس كنت بدوق الملح بتاعي،
علشان اظبطه لاول مره بدوق الملح. فاحطها بقى، هنزلها بقى في الطاجن بس الاول همسك اللحمه بتاعتي. اللحمه كانت استوت وملحتها وظبطتها وكده، مسكتها قطعتها قطع صغيره للطاجن، ونزلت عليها حطيتها في البرام يعني، ونزلت عليها بالباميه، وظبطت كده الميه بتاعتها وظبطت الدنيا. هدخلها بقى الفرن، بس هحط الاول كده على الوش حته زبده، بتديها طعم حلو برضو. فهدخلها برضو الفرن. وتعالوا بقى نعمل مع بعض شويه رز بشعريه. او لو مش حبيتي ان انت تعملي رز بشعريه، ممكن تعملي عيش، مفيش مشكله. هنا انا يعني ايه ما خدتش بالي من الشعريه، كان فيها تحمر وفيها لسه. فمسكت بقى المعلقه، وكنت بغسل الرز، فمسكت المعلقه بقى وفضلت اقلب فيها، ما طلعتش ايدي منها الا لما اتحمرت كلها بقى زي بعضها. لو حصلت معاك الحركه ديت، افضلي قلبي على طول، ما تشيليش ايدك، هتبص تلاقي اللي لسه ما اتحمرتش اتحمرت وبقت زي الفل، والتانية ما خدتش لون، هتفضل زي ما هي. بعد ما حمرتها كويس، نزلت عليها بالرز بتاعي، هديله تشويحه بقى فيه وخليه يتغلف بالماده الدهنيه كويس، واحط الملح واديله تقليبه بقى واسيبه يطشطش شويه، عايزاه يتغلف كويس كده. اول ما يطشطش كده شويه، هنزل عليه بقى بالميه بتاعته، هغطيه بقى بالميه واظبط له الميه بتاعته واغطيه واسيبه يكمل سواه. زي ما قلت لك، لو حصلت معاكي حركه الشعريه ديت، سهل جدا ان انت تخليها تتحمرها كلها زي بعضها، ان انت تفضلي تقلبي فيها، ما تطلعيش ايدك منها، توطي النار شويه، بحيث ان تحمرها كلها زي بعضها. تعالوا بقى بعد ما خلصنا الرز، هنعمل بقى نقطع لنا بطيخه. جوزي وهو راجع من الشغل قال ما نجيب بطيخه كده نتسلى بيها النهارده. فجاب لي البطيخه ديت وهو جاي. في الاول كده اول ما فتحتها اوبا لقيتها، قلت لا ده هي هتبقى باين عليها مش حمرا، هلاقيها بيضه. فلما فتحتها لقيتها حمرا وزي الفل، وطعمها كان تحفه. فهقطعها بقى. اكتر واحد عندنا كان بيحب يقطع البطيخ بالطريقه ديت اخويا الكبير، ربنا يرجعه بالسلامه. هقطعها بقى علشان اسيبها تسقع في التلاجة عشان ناكلها بعد الغدا. زي ما انتوا شايفين كده، هقطع كمان حتة لان ده شوية، هقطع كمان حتة كمان وخلاص كده. اللي انا قطعتها دي هحطها في التلاجة تاخد تسقع. طب واللي انت قطعتي منها دي هتعملي فيها ايه؟ هنغلفها ونحطها في التلاجة، هتفضل زي ما هي. لو مش عندك همسكها كده بالاسترتش، لو مش عندك الاسترتش حطها في كيس بلاستيك. انا غطيتها كده بالاسترتش وهتفضل فريش على طول، مش هيجرى لها اي حاجه، ولا هتدبل ولا هيجرى لها اي حاجه. تعالوا بقى معايا نطلع الطاجن من الفرن. شايفين الجمال؟ ريحته قلب البيت، يعني حاجه كده تحفه. جربي الباميه بالطريقه ديت، جميله 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 جميله، حاجه كده ممتازه. وكمان هنغرف الرز بتاعنا، طبعا طلعت زيتون مخلل. وطبعا هنغرف الشوربه كمان علشان السفرة بتاعتنا تكمل. ايه رأيكم في الفيديو بتاع النهاردة؟ لذيذ وجميل كده، حاجة كده من اللي تشرح القلب. بعد ما هنغرف الشوربة كمان، يبقى كده الأكل بتاعنا خلص. هنروح نتغدى بقى ونغرف وناكل البطيخ بتاعنا ونشرب الشاي. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لمطبخ سمسم، واشوفكم في فيديو جديد. باي.